بين العقل والجنون شعرة فرح أو شجن، نجاح أو فشل. وقتها بتكون زيارة المصحة قرار مصيري. مين فينا عنده الجرأة لزيارة المصحة النفسية؟ نجمة مي عز الدين، اهلا بيكي في المصحة. اهلا بيكي يا ايمن. مش معقول يعني حتى الجمله نفسها صعبه، اللي هو اهلا بيكي بالمصحه. المفروض انا افرح بقى ان انا في المصحه دلوقتي. اول مرة تدخلي مصحة؟ اه احنا دلوقتي في مرحلة الاستقبال، وهي مرحلة كتابة ملفك الشخصي بالمصحة. محتاجين منك اجابات تكون سريعة وواضحة عشان ما تناقضيش نفسك في اسئلة المراحل اللي بعد كده. ماشي اوكي؟ اتفضلي. انت واحدة من قليلين قدروا يحققوا نفسهم في البطولة النسائية المطلقة. ده بيمثل عبء عليكي؟ عبء جامد جدا زياده عن اللزوم. يعني بعد ما كان الواحد بيتمناها حاسه قد ايه ان هي مش حاجه حلوه، بس هي حاجه فيها جزء جانب حلو وجانب وحش. ايه الجانب الحلو ايه الجانب الوحش؟ الجانب الحلو انك بتبقي حققتي ذاتك، حسيتي انك وصلتي خلاص لسقف النجاح اللي ممكن تعمليه، اقصى ترقية في شغلتك. يعني احنا لو اتعاملنا مع التمثيل كوظيفة مثلا، فايه اقصى ترقية ممكن توصل لها؟ انك تبقي بطلة اعمال بيتباع باسمك، فبتبقي تحسي انك حققتي ذاتك، فدي حاجة حلوة. بيبقى الحاجات اللي كان نفسك فيها كنت ما تقدريش تقولي انا نفسي في كذا او انا عايزه اعمل كذا او بتاع، تقدري دلوقتي ليكي كلمه، ممكن منتج بيسمع لك، المخرج بيسمع لك كده يعني. تعملي اللي اتعمل معاكي، ده احساس حلو قوي. جربته يا دوب السنوات الاخيره، يعني ان انت تساعدي الناس لسه بادئه. طبعا فده احساس تحفه طلع، ما كنتش اعرفه طبعا. كده يعني طبعا قاعدة جمهورك بتبقى زادت خالص بقى، بتبقى خلاص وصلت لكم كبير قوي، فبتبقى مبسوطة لان حب الناس هي من احلى الحاجات في الشغلانة دي الحقيقة. دي الحاجات الحلوة. الجانب الوحش توتر زيادة عن اللزوم، وانا من الناس اللي عندها راحة البال بالدنيا. يعني لو في ايدي اقوم سايبه الحاجه اللي عامله لي وجع القلب ده كله، بس انام بالليل احط راسي على المخده مرتاحه. ده مش حاصل خالص من يوم ما حصل الموضوع ده. مسؤوليه، ضغط نفسي، انت حاسه ان انت صاحبه قرار نفسك، انت اي خطوه تعمليها تبوظ لك اللي فات، يا تزوده يا تعليه. خايفه تبقي بتفكري غلط، ساعات تحتاسي تبقي مش عارفه الصح من الغلط اصلا. ساعات تبقي محتاره مش عارفه تاخدي قرار، تسمعي للناس كل حد برأي لان الناس اذواق. تاخديش اجازه، تلحقيش تحسي بحياتك، الوقت بيتسرق منك زياده عن اللزوم، تلحقيش تستمتعي، يعني فجاه بتتحول حياتك مهنيه قوي زياده عن اللزوم لو مكنتيش انتي واخده بالك يعني. بس انا بحارب الموضوع ده جدا. بتعملي ايه بقى لما بتوصلي لكم الضغط ده وقله النوم؟ بتعملي ايه؟ لا هو انا اساسا ما برضاش اسيب نفسي اوصل لكده، وهو ده اللي بيعمل ضغط نفسي، بس بيبقى بالخناق يعني. يعني انا هسافر يعني هسافر، انا هاجز يعني هاجز، انا مش هتكلم في شغل قبل شهر يعني مش هتكلم في شغل قبل شهر، انا مش هنزل اعمل سيشنز تصوير دلوقتي لان ده شغل برضه، فانا كده ما خدتش اجازه. انا مش هعمل حوارات دلوقتي لان ده شغل برضه، فانا كده هعتبر ما خدتش اجازه. انا مش هحضر حاجه دلوقتي يعني ايا كانت ايه هي، يعني حفلات بتاع مهرجان، يعني انا ليا طريقه اصلي كده، او ليا اسلوب حياه مش عايزه ابوظه علشان ما احسش ان انا فقدت البني ادمه قوي، بقيت نجمه 100%. مش عايزه احس بكده. حسيتي ان انت فقدتيها في وقت من الاوقات؟ لا بس انا عارفه ان ده راجع لتركيبتي انا، كان سهل قوي افقدها، سهل قوي، وكل شويه ببقى على حافه اني افقدها تماما، بس بلحق نفسي يعني. تبقي منتصره طول الوقت، يتعرض عليكي اعمال تبقى بطولتك انت، ما يبقاش في نجم شايل العمل معاكي؟
لا ما بقتش في انتظار كده، لان هو بقى بيجي لي كده ولسه بيجي لي كده، ولما بيجي لي كده وبيبقى عمل حباه بعمل. مم. ما عندكيش مشكله في ده ان العمل يبقى هو بطولتك انت المطلقه؟ لا بعمل ده وبعمل ده، مم. بس لما ببقى حابه العمل او عجبني. مم. ليه معروف عنك ان انت بتقعدي في البيت وما بتحبيش الخروج؟ والله بخرج، بس بقيت بخرج على فكره. بقيت بخرج مؤخرا. بقيت بخرج، بس برضو خروجاتي بستايلي يعني. بدماغي، بطريقه اسلوب الحياه اللي انا احب اعيشه، يعني في اماكن فاضيه. لو مش مكان فاضي يبقى مكان ملوش علاقه بشغلي، يبقى مع ناس مش من شغلي علشان اسمع مواضيع مختلفه واشوف حكايات ناس تانية و كده، يعني اماكن هاديه بتاع بخرج. بتشوفي حياة ناس تانية تتعلمي منها، ولا مجرد تخزين مشاهد في الذاكرة تستخدميها بعد كده في أعمال؟ لا انا كده هبقى بشتغل. لا انسي، انا بكره الحركه دي في بصي، في ناس مشغلين مخهم للشغل لدرجه ان حتى وهو عايش حياته العاديه لو شاف حاجه يقول لك طب ما ده ينفع في الشغل. حاجه مثلا انا ما بحبش كده، لان كده مش هتريحي مخك، كده هتفضلي 24 ساعه برضو بتفكري في الشغل. فلا ما بقعدش معاهم المنظور ده خالص. بقعد معاهم صحابي، يعني عايزه اسمع عاملين ايه، وعايزه اسمع حاجات تانية تفكرني برضو بالحياه العاديه. بحب قوي انا افتكر الحياه العاديه العادي، يعني اللي هو الناس الطبيعيه يعني. مشاكل الناس التانية عادي، والحياه ايه، وايه اللي طلع جديد، ايه اللي عمل ايه، مين راح فين، مين سافر فين، عملوا ايه، مشكله بين زوجين، مش عارفه ايه، عادي يعني. طيب الصفات دي مش هي بتلازم الشخصيه الانطوائيه شويه، ولا ده شعور بالاكتئاب؟ لا هو انا مش من الشخصيات الاجتماعيه، وبرضو ده طبع عكس شغلتي. المفروض ان اللي بتشتغل مهنه كده المفروض تبقى اجتماعيه طبعا. فبس انا من الشخصيات اللي مش اجتماعيه، وما غيرتش ده الحقيقه. ما اشتغلت، ما رضيتش اخلي الشغلانه اتغير فيها حاجات. قررت ان انا اللي هغير فيها حاجات. بس على مستوى نفسي على الاقل. يعني حاجه انت ما بتحبيش تعمليها، مش معنى انك اشتغلتي شغلانه لازم تعمليها. ما تعمليهاش يا بنتي. هتضايقي نفسك ليه يعني؟ هتكرهي الشغلانه. طب ليه؟ وثم مين اللي قال انه اجبار؟ محدش قال انه اجبار خالص. هو يتقال عليه الطف لو عملتي كذا، كان يبقى احسن لو ليكي علاقات عامه، كان يبقى احسن لو كنتي بتحضري حاجات، كان يبقى احسن لو كذا. لكن لو ما عملتيهوش مش حياتك مش هتوقف مثلا، ولا هتفشلي كممثله. ده ملوش علاقه بده. طول ما انت بتركزي في شغلك وبتراعي ربنا وبتراعي ضميرك وانت بتشتغلي، بتجتهدي جامد وبتشتغلي على العمل اللي بتعمليه وبيطلع العمل حلو، لو ربنا كرم ونجح هيفضل شغلك ماشي عادي يعني. تتضايقي لو موجوده في مكان وناس تطلب تتصور معاكي كتير؟ لا ما بتضايقش. الشهرة حققت لمي ايه؟ حاجات كتير. حب الناس زي ما قلت لك، دي حاجه حلوه قوي. كيان يعني حسيتي انك عملتي حاجه في حياتك. حتى يوم بقى ما تسيبي الشغل، يوم ما خلاص بقى ما تكمليش، يوم ما كده تحسي انك عملتي حاجه. ليه بتقولي تسيبي الشغل؟ علشان لازم نسيب الشغل في يوم من الايام، ولا هنفضل فيه يعني نخلل فيه ولا ايه؟ ممكن تنتقلي من مرحله لمرحله او تقدمي ادوار مختلفه، لكن ان انت تسيبي الشغل وتقولي الكلام ده وانت لسه صغيره سنا، يعني قصدي ليه؟ بصي وانا اصلا مبدئيا بقالي كتير، بس الناس مش حاسه. يعني الناس بتنسى ان انا كده. انا بقالي 16 سنه بس. تمام. هي شغلانه بالنسبه للشخصيه زي متعبه. يعني انا باخد كل حاجه على اعصابي وببقى متوتره جدا وانا بشتغل وما بحبش الحياه الصاخبه ومش اجتماعيه فانا في حاجات كتير في الشغلانه مش شبه طباعي، بس انا اللي عماله او يعني اقاوح بالظبط عشان بحب التمثيل. بس انت عامله لنفسك عالم خاص. طبعا
يعني ليا حياة كاملة تانية برا الموضوع خالص بقى، ليا بيتي واهلي وصحابي اللي هم دايرتي الصغيرة جدا. وبسافر يعني جوه مصر وبره مصر. يعني بحب الفاشن قوي، فليا عالم تاني كده برضو مستهويني بحبه، هواية. فليا هوايات، يعني قصدي برضو ان ليا عالم فعلا، عاملة عالم فعلا كده. بحب الحيوانات بتاع حاجات كده. لو سبتي الشغل تشتغلي ايه؟ مش عارفه، ما عنديش فكرة، وما عنديش فكرة امتى فايه اللي هينفع ساعتها. بس في بالك الفكرة؟ لا طبعا. بتحسي بعد الشهرة ان حياتك الشخصية منتهكة؟ طبعا، ده اساسي. يعني بتتكلمي في ايه؟ معقول؟ دي يعني من اهم الحاجات اللي لازم تحصل. ده بيضايقك؟ يا شيخة ما تقوليش كده. يا شيخة معقول؟ يعني ده بالعكس، دي حاجة لطيفة جدا. حاجة عظيمة. طبعا بتضايق طبعا. الاشاعات بتعتبريها مصدر ازعاج ولا دليل على النجومية؟ مش عارفة والله، بس انا اساسا ما بقتش، يعني بالنسبة لي هي موضع اهتمام اساسا اقعد افكر فيه. مع الوقت بتبقي خدتي على الوضع ده. بدايتك الفنية كانت ملازمة صفة براءة حتى في الادوار اللي بتقدميها. ليه ده ما بقاش موجود؟ عشان لازم تغيري. مش معقول هتعيشي وتكملي حياتك وتخلصي حياتك وانتي بتعملي دور واحد، ستايل واحد، سكة واحدة. شايفة ان عملك في الوسط الفني افقدك جزء كبير من براءتك؟ شوية، بس بحاول احافظ عليها برضه. النجاح بيحتاج احيانا لشوية شراسة او توحش عشان تقدري تحافظي عليه. ده حقيقي؟ شوية. انت راضية على اللي انت وصلتي له لغاية دلوقتي؟ الحمد لله قوي. ايه الهدف اللي ما قدرتيش تحققيه في حياتك؟ لسه مش عارفة اسميني، ما عرفتش احققه، بس هو متأخر. يعني هو كده انا بقيت متأخرة فيه. ان انا اكون بقى بيت واسرة واطفال وكده. وليه اتأخر؟ نصيب يعني، اكيد مش هيعمل لك ايه. طيب يعني شايفه اكيد مش انا، يعني انا مش هكون واقفه في طريق نفسي بنفسي. بس فعلا يعني مش انا اللي مبوظه الموضوع، يعني او مغلسه في صفات ومش عارفه ايه بتاع. بس انا عندي حاجه واحده بس، هي دي مشكلتي الوحيده، اللي هي مش عايزه ارتبط بالعقل. لازم تحبي. وانا عندي الموضوع ده بيبقى صعب شويه، فعشان يحصل بياخد وقت وبيحصل كل فين وفين. حققتي كام في المية من طموحاتك في الشغل؟ 80% بصراحة حقيقي. يعني انا عندي اكتفاء ذاتي رهيب يعني فعلا. يعني انا عارفة ان في ناس ممكن تقولك انا لسه عملتش، برضو مش كفاية. بس انا الحياة عندي اهدى من كده شوية، وفعلا بأمانة، يعني أمانة ربنا بجد. أنا في يوم من الأيام كان كل طموحي إن أنا أبقى ممثلة معروفة الناس بتحبها، حتى لو بيختلفوا عليها. مفيش بني آدم كل الناس بتحبه، يعني مفيش بني آدم كل الناس بتجمع عليه، بس إن يبقى عندي ناس كتير بتحبني. والقاعدة دي زادت والحمد لله. وربنا كرمني وبقيت بعمل بطولة. وزي ما قلنا ده سقف الموضوع، يعني هتعملي ايه اكتر من كده؟ كل اللي فاضل بقى انك تقعدي تنوعي بقى. ايه اكبر ازمة نفسية تعرضت لها في حياتك؟ جالي من فترة خنقة من الشغل. اتعاملتي معاها ازاي؟ البرجي وانا، يعني تركيبة شخصيتي مع برجي كمان ملوش الا طريقة واحدة، بيقفل على نفسه، سيبيه يخلص الموضوع كله هو بينه وبين نفسه. كانت ايه الازمة؟ ما اعرفش، كان عندي حالة نفسية كده مخنوقة ومش عايزة، تعبانة من الشغل وحاسة ان انا مش مبسوطة، وحاسة ان انا خايفة، وحاسة ان انا مضغوطة جدا وشايلة مسؤولية وتعبانة من الاحساس ده. ده كان امتى بالتحديد؟
بعد العيد ب10 ايام، شهر. بس انت كنت خارجه مش وقتها من فاكرة. عمل ناجح، ما مش متخيلش. غريب يوصل لك الاحساس ده بعد العمل ده؟ لا، هو تقريبا هو ده جزء من الموضوع يعني. تقريبا. نجاح العمل امم ازاي؟ اما تقابلي الناس وتلاقي انك عامله حاجه ناجحه زياده عن اللزوم، وتلاقي النجاح يخوف، بتخافي. تخافي على اللي جاي. تخافي على اللي جاي، وتحسي انك لو وحشتك الراحه نفسك تفوتي موسم. ما ينفعش، مم. ما بقاش ينفع. مم. زمان كان ينفع. مم. ففجأة حسيت ان انا بقيت ملزمة اشتغل. مم. انا ما كنتش كده، وهو ده اللي كان بيخليني بحب شغلي. ان انا كنت شوية تحسي انك بتشتغلي بمزاج. مم. حاسة انك عايزة تشتغلي السنة دي بتنزلي تشتغلي، حاسة انك عايزة تفوتي موسم بتفوتي موسم، حاسة انك عايزة تعملي مسلسل مرة دي اوكي، مش عايزة، حاسة انك عايزة تعملي فيلم وبس بتعملي. ما بقاش كده. الوضع اختلف. مم. فكرتي في مرة تروحي لدكتور نفسي؟ لا، لانه في ناس بتبقى مش عارفة هي ايه اللي تعبها. انا بعتقد ان دول بيبقوا هم دول اكتر ناس بتحتاج الدكتور النفسي. في ناس بتبقى عارفة بكل مشاكلها، عارفة عيوبها، وعارفة الحاجات اللي تعباها، وعارفة حلولها كمان، بس هي قادرة تعملها يا مش قادرة تعملها، يا اما قادرة تعملها بس، او عارفة الحلول بس محتاجة بس كده تشجع نفسها كده، ومع الوقت وتحاول لغاية ما تعرف. في ناس وجود مجرد حد قريب منك تفضفضي معاه، وان انت تبقي انت امينه وصريحه بينك وبين نفسك، وعارفه تحطي المشكله على مشاكلك، يعني ايدك على عيوبك وعلى مشاكلك وبتاع، ما بتحتاجيش ده قوي. بس احيانا مع الوقت ومع كتر الضغوط اللي احنا بنعاني منها سواء في الشغل سواء في الحياه، ما بتبقيش قادره تسيطري على ده، محتاجه حد تقعدي تتكلمي معاه بشكل حتى علمي يعني. ما مش عارف يعني، انا لما بتحصليش كده، بتحصل لي زي حاله انهيار او اكتئاب، وفي الحاله دي الحقيقه مش هقعد اكلم حد خالص. يعني زي ما قلت لك، انا برجي وشخصيتي اقفلي عليها، سيبيها تمر بالحكايه. تهدى. استنونا كل أسبوع معانا نجم جديد في المصحة مع إيمان القصاص.